ماريات بينفسن على فيردي. انا بجيب لك الديتيلز بتاعت الحياه وقتها عشان احنا فيردي ملحن الاوبرا ريجلاتو هذا اوبرا عايده. It's an amazing opera. It's beautiful, it's big, it's huge. اكبر اوبرا من حيث الانتاج انا شفتها في معبد الاقصر في الثمانينات، حاجه ما حصلتش. وكان فعلا الفهد الحر ماشي قدامنا، يعني هم راجعين داخلين الجيش داخل منتصر من اثيوبيا، هو داخل وماشي ومعاه فهد، والفهد ماشي قدامنا طبيعي، فهد طبيعي كان قدامنا من غير اي حاجه. فاحنا شفنا برودكشن داخل فيه 3000 جندي، يعني كان عظيم، حاجه عظيمه، ما عنديش اي مشكله مع هذه الأوبرا. طبعا عندي مشاكل ثانيه، منها مثلا لما جينا نعمل حفل الافتتاح بتاع قناه السويس الجديده، كان حاضر فيها بعض الحكام والقناصل ومش عارف مين وبتاع الافارقه. واحنا اليومين دول عندنا مشكله مع اثيوبيا بنحاول نظبطها، يعني احنا ايام مبارك سيبنا افريقيا وتعالينا عليهم والقصه اللي انتوا كلكم فاهمين، فدلوقتي احنا بنحاول نراجع الناس دي لحضننا كويس كده. فالناس قاعده بتتفرج، وبعدين قيس بينه وفجاه بان القطعه اللي هم نقوها من اوبرا عايد عشان يعرضوها قدام الدنيا كلها هي القطعه اللي داخل فيها الاثيوبيين وهم اسرى. اشكرك على ذكاء سيادتك، اشكرك على ذكاء سيادتك يا اللي عملت الحفله دي يا راجل. بقى انا عمال اقول لهم يمين شمال يهديك يرضيك الله، كنت هجيب لهم عفاف راضي تغني لهم علشان يعملوا بتاع وما يحطوش الميه في البحيره وما يعملوش ولا 50% تحويش والميه بدات تقل، وانا عمال كمان شويه هروح اعيط في اثيوبيا، وانت تعزمهم على حفله وتجيبهم اسرى قدامهم بالسلام. يا راجل يا راجل فين بس يا جماعه فين؟ طيب بس حد يرفع سماعه التليفون بس يسال الناس اللي فاهم، بس مش مطلوب اكتر من كده منك. ارفع سماعه التليفون، ايه رايك؟ تعالى اتفرج حاجه يا سيدي متطوع زي فوق، هقول لك راينا يمكن راينا يطلع صح مره يمكن. طيب وما الذي يحدث الان؟ انه فيردي، ده مين اللي بيتكلم؟ ماريات، الذي وقع عقدا. اسمع يا باشا بقى، خديوي اسماعيل بيطلع من جيب سيادته ايه؟ الذي وقع عقدا ب 150,000 فرنك. انت متخيل المبلغ ده عامل ازاي في ايام خديوي اسماعيل؟ وخد بالك بقى فيردي في مصدر اخر قريت انه رفض في الاول تلحين هذه الاوبرا، رفض. واللي انتم ما تعرفوش عن فيردي انه يخاف ركوب البحر، فمش هيجي مصر. تخيل معايا مفاجاه النهارده الكبرى انه الذي الف اكبر اوبرا عن مصر لم يرى مصر. ادي واحد. ودي المفاجاه اللي بعديها، لا ما تاريخ يا جماعه دي مليان مفاجآت. نمره اثنين اللي فك طلاسم الكتابه الهيروغليفيه كفك نهائي ناقص بعض الشيء اللي هو شامبوليون، فكها بدون ان يرى لوحه رشيد. ما شافش، ما كانش لسه شاف لوحه رشيد، لوحه كانت في انجلترا، كانت في انجلترا. طب هو فكها زي ما يشوفها كوبيز، كان معمول مستنسخات من النص. الفرنساويين لما طلعوها في الاول طلعت قايد باي حيث تم اكتشاف لوحه رشيد. قايد باي في رشيد مش قايد باي بتاعت اسكندريه. خلاص عملوا منها على طول مستنسخات وبعتوا، فاشتغلوا هناك عليها برضه طلعوا ايه؟ فدي نمره اثنين. ده جاء 27/8 يعني بعديها بست 7 سنين 1822 1828 29 حوالي 6 سنين تقريبا كان اول مره يزور فيها مصر. ونزل النوبه وعمل وكتب ومش عارف ايه، وبعت الرسائل بتاعت اخوه دي وخد معاه مسله. والرسائل ده حاجه اعجب من الخيال. وهو الاستاذ بيتمشى في الاقصر، فالكلام ده بقى رسائل شامبوليون اللي عندي المترجمه بالكتابه العربيه، رسائل لاخوه في فرنسا في الجاك، المكان بتاع في الجاك ده. وبيقول له كده، يقول لك وانا بمشي في معابد اذا اردتم ان تزينوا باريس فلتبعثوا لتاخذوا مسلتي معبد الاقصر. فاخذوا اللي على اليمين وانت داخل، واللي على الشمال قال التكلفه كانت غاليه فما كملوش فرنساويين. اين الاعتذار الرسمي من فرنسا؟ اين الاعتذار الرسمي من الحضارات المحبه للحضاره والولع الفرنسي بمصر والحضاره المصريه؟ وهم اللي كتبوا تاريخنا
واحنا لازم نهتم بيه. ووصف مصر، ما وصف مصر عشان واخدين في وهم طالعين كل واحد فيهم واخد له، ما هو لازم يعمل وصف مصر. ومفاجاه من المفاجآت بالمناسبه، وصف مصر اللي انتم تعرفوه ده مش اول وصف مصر، يوجد كتاب اخر قبله بوصف مصر. مين اللي عمل؟ برضه هم كبير. كبير بقى أيوة، بقى كبير مش كله. طبعا لا يعني، لكن وصف تاريخ مثلا مش عارف ايه مصري. فانا قصدي اقول لك يعني حاجات متعبه اللي انت بتقعد. نرجع مرجع. فايه اخرج الفلوس الجوهره واخد 150,000 فرنك. خد بالك بقى 150,000 فرنك الخديوي اسماعيل كان طلب كوميشن فيردي ان هو يعمل الاوبرا فرفض في الاول. وبعدين تاني زياره اخد معاه 150,000 فرنك. فاول بصاد المفاجاه فيردي تعدى خوفه من ركوب البحار ووافق على كتابه الاوبرا وكتب احلى اوبرا. المثل الانجليزي بيقول لك ماني ايه؟ ماني توك كده. عشان المثل بيقول لك ماني توك، الفلوس بتتكلم. اشكرك. تمام. ده خلاص. طيب 150,000 فرنك مع نائب الملك يقصد الخديوي. نائب الملك يقصد الخديوي. لما مريض يقول نائب الملك يبقى بيقصد الخديوي اسماعيل. يعني الخديوي اسماعيل كان نائب الملك. متخيل؟ القبض تشقلط لك التاريخ كله. وسيقبض مسيو دوكال كل حقوقه كمؤلف، وسيحصل صناع الديكور والملابس على مستحقاتهم. هو عمال يقول لنا مين اللي بياخدوا الفلوس ومين بياخدوا المستحقات. اقول ليه بقى؟ كما ان الدكتور درانت سيقتطع نسبته المئويه من جميع النفقات. الشغل بالكوميشن يا عم، والبلد اللي مش لاقيه تاكل. خلاص. في حين انني مريات بيقول بقى انني سوفلس بسبب نفقات الفندق الذي اقيم فيه في باريس. واصل انا عيان ومش عايزين يصرفوا لي البتاع، ولو تسمع 10 جنيه حتى كمان شويه هتقف لنا في الاشاره. خلاص. لان نائب الملك اللي هو يقصد الخديوي يعتقد ببساطه بانه يكفيني ان اقبض مرتبي. رساله شكوى من مريات ان هو ما بياخدش فلوس كفايه زي ما الاساتذه العصابه ان انت يبقى عندك نوستالجيا ده شيء حلو. ان انت تقف قدام بورتريه لاوجيني ونابليون والناس والخديوي والمراكب من وراهم، وواو مصر كانت عظيمه ومصر كانت لطيفه. حلو. انا بس مش بسال بقى هنا، انا بسال على تاريخ الشعوب. ماليش دعوه بالملوك. كل المجوهرات اللي حضراتكم شفتوها دي ايش فوزيه ايش ايه الهدايا اللي بتاع المدوره اللي عليها حرف اف دي كانت هديه. تخيل الهديه معموله من كام بتاع. انا بقول لكم يا جماعه لما كنت بروح متحف الدنيا بتاع المجوهرات في اسكندريه قبل ما اغير في وجهه نظري عن محمد علي، وقبل ما اغير وجهه نظري عن الخديويه، وقبل ما تاريخيا ما احبهمش، كنت اطلع من هذا المتحف يا دكتور وصدري مقبوض قبضه مش عارف سببها ايه. طيب مقبوض معايا سياح او زياره لوحدي اطلع مقبوض. اتاري القبضه دي كانت من كم اللآلئ والروبيز الياقوت والزبرجد والذهب والفضه والبلاتين اللي الناس دي كانت بتحطها في شعرها عشان تطلع هي لابسه فستان تحفه ومش عارف حزام بالالماس ايه وبتاع ايه، واحنا نبص شايفين الملكه فريده ما لازم تبقى حلوه. يا لهوي لو حطت كل الحاجات دي لو كانت قرد مسلسل هتطلع حلوه. كمل مجوهرات وكمل فلوس اللي مصروف عليها. اتجوز وهو صغير طب حلو جدا، ما لازم يبقى حلو. هات اي واحد ماشي في الشارع ولبسه اللي كان لابسه الملك فاروق لما جاي جابوه من لندن. انا قاعد بالمناسبه انا حضرت في البيت اللي هو كان فيه. هو كان قاعد في بيت دلوقتي في حته اسمها جرين بارك في لندن، حته غاليه قوي في لندن اسمها جرين بارك. القصر ده انا كان ليا الحظ ان انا اعمل فيه محاضره. ليه بقى؟ لان ده دلوقتي هو الاديوكيشنال بيرو اللي هو بيسموه المكتب الثقافي بتاعنا في لندن. وقالوا لي بقى هنا بص بقى هنا والرسمه بتاعتك كفايه في القصر ده، كفايه تبص على السقف، تبص على البينتينجز اللي في السقف بس. نعم كنت صغنن اياميها قوي بقى، حكايه بقى الكاميرا وبتاع. لا ابدا، ده حته يعني حته ناس داخله طالعه فيه يعني مش متحف ولا حاجه. لكن قصدي اقول لك بتطلع مقبوض ان يا لهوي ده كل دي ده حته واحده قد كده من بنسه في شعر الملكه كانت حاله مشكله الناس من البنهاريرتي ومن جدك الكبير دوت اللي كان بيموت من ضربه الشمس. لا احنا اتفقنا اهو، كانوا بيتجابوا من رقابيهم كده بيشدوا بحبل كده في محاضره اللي ما حضرنيش محاضره قناه السويس، وكانوا بيجوا لغايه الزقازيق لان دي كانت نهايه القطر. وكانوا يتشدوا برقابيهم من قناه من الزقازيق لحد السويس.
علشان يعملوا، وبعدين في الاخر يدوم بتاع كده فيموت، فيجي له يموت ويجي له طاعون ويجي له بتاع ويجي له ناس حيوانات ومش عارف ايه، لدرجه ان بيقول لك بعض الفلاحين اللي كانوا بيعملوا كانوا عاملين قطعه ارض صغيره جنبيهم يعني في الحته اللي كانوا بيشتغلوا فيها، ها، وكانوا بيزرعوا فجل، كانوا بياكلوا فجل. انت متخيل بتتغدى فجل، بتفطر فجل، بتتعشى فجل مع حبه حاجات صغيره بيديها لك. والشركه الفرنسويه اللي جابت العمال، اللي كانت ماسكه العمال، كانت بتخنصر في الفلوس، فكان بدل ما كان يبقى عندك الاكله اللي هتاكلها دي، كان بيبقى نصها او ربعها او حاجه كده وتخنصر منك. يعني حتى دي كانوا باصين لها فيها، حته البسكوته اللي كانوا بيديها لهم. يعني قناة السويس اتحفرت بالسخرة مش تماما يا فندم، زي ما اثبت لك ان الهرم اتبنى من غير سخره، قناه السويس تماما اتبنت بالسخره تماما. وانا كراجل مؤرخ بحاول اقول الحقيقه، انا مش عارف كان هيبقى رد الشعب ايه لو انت كنت كده قلت لي تحاول تقنعيه بالحق. يعني كان هيبقى وجهه نظره ان الخديوي اسماعيل لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل اللازمه لتغيير المدينه القديمه، فاكتفى بلصق واجهه اوروبيه على بعض الاحياء. ده الفكره بتاعت البيوت بقى، يعني انت بتمشي بقى تقول بقى ميدان التحرير اللي كان اسمه ميدان الاسماعيليه، طبعا اسمه ميدان الاسماعيليه في كده، والسادات حاول يغير الاسم يبقى ميدان. طيب فاندري ريمون بيقول ايه بقى؟ اندري ريمون في كتابه القاهره تاريخ حاضره، ان الخديوي اسماعيل لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل اللازمه لتغيير المدينه القادمه، فاكتفى بلصق واجهه اوروبيه على بعض الاحياء. دي للاسف الشديد لسه عايشه وسطينا، يلطش لك اي حاجه ويلطط لك اي حاجه قدام الواجهه، ومن وراء العمليه ضياع. خلاص. وانا كنت مالي في اسكندريه وانا صغير اتساءل ليه بيتنا متلون من قدام بس؟ ليه الثلاث اجزاء اللي في العماره اللي احنا عايشين فيها اللي كانت 6 ادوار دي، ها، الثلاثه مش كلهم اسمنت قبيح، وفي الواجهه هي اللي بتبقى تملي. وبعد كده عرفت كمان انت لو كملت الاربعه ده معناه ان انت تدفع ضرايب، لو انت ما كنتش مكمل الاربعه ما تدفعش ضرايب، يعني لها برضه لفه كده مصريه جميله. وشيدوا باستعجال شديد مباني جديده على النمط الايطالي. اما المساجد الجديده التي شحبت الوان جدرانها فقد اعيد دهانها بطريقه صارخه وبخطوط حمراء وبيضاء. ده مين؟ ده ريمون اللي بيقول الكلام ده، مش احنا. التي انشدت في عصر، تعالى بقى ان ايه وصف دار الاوبرا الخديويه دي فيها مفاجاه، التي انشات في عصر الخديوي اسماعيل توافقت على بناء اعتمد في المقام الاول على الخشب. خلاص، يبقى الاوبرا خشب. الى ان هناك مصدرا تاريخيا اخر يخالف هذا الراي. دي اوراق مصريه، خد بالك بقى المفاجات اللي ورا بعض. ويغير من هذه النظريه. هذا المصدر كان شاهد عيان. مين بقى المصدر ده؟ نوبار باشا. يبقى في مذكرات نوبار باشا، نوبريان ده بيقول لنا في مذكراته ايه؟ بص: تم البناء الخارجي من الاحجار والاسمنت الى ارتفاع معين، اما الجزء العلوي فكان هيكلا مدعوما بعروق من الخشب والطوب الاحمر فقط. يبقى هذا هو الدليل ان حكايه ان الاوبرا كلها كانت معموله من الخشب عشان كده اتحرقت بسرعه دي خلاص قصه انتهت اهي. وادي الدليل معاك، ونوبار شخصيا هو اللي كاتب في مذكره. ده تغيير تاريخ ولا مش تغيير تاريخ؟ تغيير تاريخ. هي إعادة قراءة تاريخ بطريقة صحيحة. بس كده. ازاي بقى هو السؤال؟ مين؟ محدش هيعرف. في حاجات في التاريخ كده زي حريق روما. يعني انا لما اقول لك حريق روما، لا، حريق القاهره ماشي مفهومه، لكن حريق روما ده، ها، نيرون، صح؟ السنه اللي فاتت 2015 ناشونال جيوغرافيك. احتمال هو، احتمال لا، يعني بدانا كمان نشكك بقى في. ولما ناشونال جيوغرافيك بتشكك يعني معاها حاجات، معاها اساليب. طيب الولي الجديد وكده ما علينا، خش علشان نخلص. تخلص محمد علي من الايه؟ من القسم العنيد. الترقيه بتاعته خلاص خلصناها. ولاده محمد علي. نخش بقى على القناطر. اجتماع مجلس الوزراء بتاع احمد فؤاد. بصوا الحته دي، انا مش عايز اخش لكم على احمد فؤاد كده هتكتئبوا ايام الحرب العالميه. طيب بص يا سيدي: واخذ يذكره الراجل بقى الاجنبي اللي واقف مع محمد علي بيقول له ما تكسرش الهرم. واخذ في ذاكره مصر المعاصره مكتبه الاسكندريه. واخذ يذكره في المحاولات السابقه لهدم الهرم الاكبر وفشلها كلها، ويذكره ايضا بالراي العام القوي الذي يحسب له الف حساب في فرنسا واوروبا، وكيف ان هذا العمل سيؤدي الى فقدان الباشا للمؤيدين والمتعاطفين معه. اوروبا هتقول تكسر الهرم، هتفقد الايه؟ التعاطف. لكن ما دفع محمد علي الى التخلي عن اصراره لم يكن الا فكره وجود بديل اخر زي ما اتفقنا يمكن ان يوفر 20 مليما. اللي فرق من ان الهرم لما تروحوا دلوقتي تلاقوه 20 مليم.
20 مليما فقد ذكر لينان لينان طبعا ده الشخصيه الشهيره لينان للوالي ان تكلفه نقل المتر الواحد اهو جايب على حضرتك اهو ان تكلفه نقل المتر الواحد من احجار الهرم 10 قروش اي 100 مليم، وان تكلفه نقلها من محاجر قريبه من موقع البناء تبلغ 8 قروش اي 80 مليما. وهنا فقط تراجع والي مصر عن قراره بهدم الهرم الاكبر. تسمح تقول لي بيحصل ايه في تاريخك؟ طيب دي كانت رحله سريعه على محمد علي الذي لا نعرفه مع بعض الشذرات من الخديويه من بعده. هل انا ضد كل ما حدث في هذه الفتره من 1805 ل 1952؟ لا. هل انا ضد كل اللي عمله محمد علي؟ برضه لا. طيب في الاخر خالص ديفينيشن بقى، عرف لنا بقى محمد علي. شخصيه جدليه ميكيافيليه، اي تصل الى غايتها باي اسلوب رغما عن فكره كان لك عدو او لا. الشعب خارج المنظومه. خديوي اسماعيل، سعيد، الشله دي كلها، احمد فؤاد، فاروق، كل يمكن فاروق شويه قرب ورحمه ربي ده وقته مش عارف ايه ولا كام مش عارف ماشي شويه قرب، لكن دائما وابدا في الفترات دي كلها بيبقى الشعب خارج المنظومه، خارج الفكر. ولكن الشعب المصري كان الاداه اللي كانت بتحرك كل ده. مين اللي بنى العماره الحلوه بتاعت القاهره الخديوي يا سيدي؟ سميها القاهره المصريه في ايام حكم الخديوي عشان تبقى صح تاريخا. يقول لك هرم خوفو، غلط، تسميه خاطئه. خوفو ما شالش طوبه. خوفو شال طوبه؟ انت متخيل ملك مصر ابن الشمس هيروح نازل شايل اتزاق 2.5 طن 2,300,000 مره؟ خلاص. فاذا لا يجب ان الحقيقه ان انا شايف لا الشعب في مصر القديمه واخد حقه تاريخيا ولا الشعب في مصر الحديثه واخد حقه تاريخيا. وهذا الشعب عانى معاناه خطيره جدا اللي بيها انا بقول لك عبقريه الشعب ان هو واقف على رجله، مش اي حاجه ثانيه. ما بتكلمش على انجاز، ما بتكلمش ان انت دلوقتي تتقدم وتطلع وتوصل على قمه في الحضارات العالميه. انا بقول لك كونك انك قادر تقف على رجليك دلوقتي دي عبقريه ما بعدها عبقريه. لان كم الاهتمامات العالميه بيك كبلد وكم الاحتلالات اللي انت شفتها لدرجه ان انت تفاجئ لما اقول لك ان من ايام الملك نبو اسمه كده نختنب او نختنبو بالخاء، يعني بالخاء او بالقاف الاثنين صح. نختنبو الثاني حتى محمد نجيب بعد ثوره 52 لم يحكم مصر مصري. ايه الرقم ده؟ ده رقم مهول. انت متخيل 300 قبل الميلاد لحد 1952 وبعد 52 53 لما كان لسه البيبي احمد فؤاد كان هو اللي البرنس ومش عارف. السؤال بقى اللي انتوا هتجاوبوا عليه لما تروحوا النهارده، من الملام؟ من الذي يلام؟ هتلوم مين؟ مش عايزكم تجاوبوا دلوقتي، فكروا في اللي انا قلت لكم في الساعتين اللي فاتوا دول ووصل نفسك لقناعه مين اللي يلام على كل ده. ما كانش لنا حول ولا قوه، ما كناش معانا اسلحه نحارب بيها الاعداء اللي غزونا. المماليك كانوا اقوى مننا. ففي حاجات كتيره انت ترميها على الضعف والوهن عبر التاريخ، في حين ان اثبت بالدليل القاطع ان انت عمر مكرم، محمد كريم، كل المجموعه اللي عملت الكفاح الخطير ده، الفدائيين في فلسطين، الفدائيين عندنا ايام الانجليز، حرب الاستنزاف، انهي بلد دي اللي بعد ايام من هزيمه ساحقه تطلع تضرب العدو وتاخد منه؟ إرادة. حكايه ان انت حكايه ان انت اصلا انا معيش اسلحه، اصلا انا فقير، اصلا انا معيش فلوس، مش عارف انت عيب. واظن بعد كده اللي هيقول لي ده بلد فقير هطلعه بره مصر. لا ان انت تلوموا في 8 ايام جمعت كام؟ الشغل من الصغر. طلع من تحت البلاطه يا جميل، طلع من تحت البلاطه يا جميل.
خلاص طلع من تحت البلاط واخد بالك؟ ناهيك بقى عن فكره بقى هل انت طلعت عشان النسبه العاليه ولا طلعت عشان بتحب بلدك، دي ممكن ما اقدرش اخش جوه نفسيه كل واحد. يعني هل انت حبيتي مصر فعشان كده رحتي اديتي الفلوس للبتاع، ولا عشان 12.5% الفايده؟ دي حاجه ثانيه. ده ما اقدرش اخش جوه نفس كل بني ادم. لكن في الاخر خالص من الذي يلام؟ انا بسالكم السؤال ده ليه؟ لان ما هو احنا اتفقنا بقى قبل ما حضرتك تيجي احنا اتفقنا على ان هذا الرجل كان رجل وصولي، وكل اللي وصلوه للحكم من مشايخ الازهر ومن مكرم ومن الشله دي كلها ده نفاذ دمياط، هو ودانا دمياط، واخد بالك ان هو كان من الاساسيين بتوع وضعه على الحكم. لكن حذاري دائما وابدا من الحاكم المتسلط، حذاري دائما وابدا من الحاكم الدكتاتوري اللي هو اول حاجه بيعملها ان هو بيقطع رقابي اللي حواليه او اللي وصلوه لهذا المنصب. المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتبقى يوم 2 ولا 23 ولا 22 22. طبعا انتوا عارفين 22 ده يوم عظيم، ده يوم 22 فبراير ده يوم عظيم زي ما انتوا عارفين، بتاع الشمس، وده بتاع نفاذ اشعه الشمس نفاذ اشعه الشمس من المدخل الرئيسي والوحيد للمعبد الرئيسي. عشان بس تتكلموا تاريخ صح، المعبد الرئيسي في ابو سمبل او سمبل، اثنين صح كويس كده؟ يلا بينا يلا بينا. والمحاضره هتبقى على مسمى، بس المره دي بقى انا عملت لكم واحد طبعا في 22 اكتوبر، يعني المحاضره دي معموله اكتر من، لكن المره اللي جايه بقى هنبص على ابو سمبل بقى من ناحيه عجيبه قوي. احنا خلاص شرحنا المعبد قبل كده وقلنا كذا، قلت لكم ليه التمثال اللي على الشمال ما بينورش، وليه 3 بينوروا وبتاع ما بينور، القصص دي كلها انا حكيتها لكم بالتفصيل. ممكن اعدي عليها سريعا عشان الناس اللي بتحضر لي يعني المحاضرات دي الاول مره. لكن في حقيقه الامر مره ثانيه انا هركز شويه على الناس النوبيين العظام، المصريين النوبيين العظام والجنوبيين والعمال المصريين اللي اشتغلوا في نقل المعبد، لان في مفاجآت غريبه في نقل المعبد، مفاجآت عجيبه هتتعقم، حاجات حلوه بقى المره دي. وده ان دل على شيء فانه يدل على اللي انا بقوله ده، اللي هو انت لا انت محتاج بقى ان انت تبقى غني قوي، ولا انت محتاج ان انت تبقى كذا قوي، وطبعا مهاتير كل الامثله اللي قدامنا دي بتطلع بلدك من صفر الى كده. وبعدين في كلمه اخيره هقولها لك بالنسبه للحضارات، كلمه اخيره هقولها لك بالنسبه للحضارات. الحضارات المتفرده تتفرد بسرعه، بمعنى ما تستعجلناش، احنا لسه قدامنا شويه، اصل احنا لسه ماسكين الرجال، اصل لا، بدايات ظهور التفرد بتبقى واضحه. يعني مصر القديمه لا، في وضوح ان دي حضاره بتتاسس في الاول على انها هجوم، يعني ده صاروخ جاي. ده انت يعني قبل اختراع الكتابه وانت بتعمل ادوات للزمن وبتعمل بتاع وبتجيب الشمس 70 درجه والشمس المطر هينزل امتى وبتعمل تقويم سنوي عظيم وبتاع وانت قبل الكتابه. يعني المصري الجنوبي عرف تقويم السنين وتقويم الشهور ومتى تتحرك الشمس واين تتحرك الشمس ومتى ياتي المطر ومين اول يوم في فصل الصيف. كل ده اخترعه وعمل الاداه، والاداه دلوقتي موجوده بقطع حجريه موجوده في حديقه المتحف النوبه العظيمه، آلاف السنين قبل أن يخترع الكتابة، قبل أن يوقف مسلة، قبل أن يبني هرما، واخد بالك؟ فالبوادر بتبقى واضحة. فرنسا لما عملت الثورة الصناعية واضحة إن في حاجة هنا، في بخار، في قطرة، في شغال. أنت في 1800 مثلا 62 لما اتعرفت على أوروبا واديت الفرصة للشباب ومش عارف إيه وبتاع، تفرطت طبعا تفرطت. قلت لي على كده القصه الشهيره انا بقولها لك بتاعت 1862 دي انا قلتها لكم في المحاضره. لما انت تبقى 1862 علشان برضه نبقى صحاح في تاريخنا، لا 1862 كانت سنه فارقه في عمرنا كمصريين يعني. دي رخره ما بتتكتبش ليه دي؟ يعني انا عندي 1862 دي اهم من الحمله الفرنسيه على مصر، اسباب الحمله، نتائج الحمله، وتسقط قوت فظيع لو حطيت النتيجه الثالثه قبل الثانيه. لا، انا اقول لك بقى في 1862 1862 لما هذا الحدث الجلل اللي حصل في مصر يقلب لك موازين التاريخ كله. اليابانيين وفرقه الساموراي
اللي كانت مبعوثه لاوروبا علشان يتقدموا زي ما تقدمت اوروبا. فجم بالمركب. ازاي اليابان تروح اوروبا؟ هيجوا بالمركب لغايه السويس، من السويس هيركبوا قطر، ومن القطر هيطلعوا على اسكندريه، من اسكندريه ياخدوا مركب يروحوا بيها اوروبا. ادي الطريق. ففي 1862 فرقه الساموراي اليابانيه رايحه بقى بتوثق ازاي يقدروا يتعلموا من اوروبا التقدم. ما عنديش ادنى مشكله مع الاخر، تعظيم سلام. هو اتقدم وجري عني، استفيد بيه، استفيد منه. ليه لا؟ ما هو استفاد مني. هو حضارتي دي مش فادت الحضارات كلها. هو وقتها هم ما اتكسفوش يقولوا احنا استفدنا من الحضاره المصريه، ولا انا. بس اخد اللي بينفعني. واكمل عليه وايه، وابدا من حيث الكلمه اللي بنسمعها كلنا من النخبه الثقافيه في التلفزيون، ابدا من حيث انتهى الاخرون. خد بالك، انا مش قادر افهم السباق ده. عمرنا ما بنبتدي ابدا من الحته اللي انتهى بيها الاخرون. تمام، احنا مع الاخرون ورا. فتطلع من الحته دي بقى وايه، وابدا اتفرج. في 1960 وصلت فرقه اليابان الى السويس، وراحوا قعدوا 4 ايام تقريبا في القاهره، وزاروا الجيزه والهرم والقلعه، ويعني عملوا الرحله السياحيه. واخد بالك. فكتب بقى الراجل المؤرخ بقى، كاتب بقى، بيكتب الراجل الياباني بيكتب بقى عن هذه الرحله. بيقول ايه بقى؟ ولديهم قطار. اللي هم عندهم قطار اليابان. الطلقه، اللي عندهم قطار اليابان الطلقه. واخد بالك، بيستغرب على هذا الاختراع اللي بيجري ده. خلاص كده. هتيجي تقول لي الانجليز هم اللي عاملينها، ولا عشان كده انا بقول لك ما عنديش مشكله مع الاخر، بس ما عنديش مشكله غير ما يفيدني. ولو انت معدي على محطه رمسيس هتلاقيهم حاطين بره اقدم قاطره مش عارف ايه بتاع، حاطين كده شرح تحتيها كده اهوت. واخد بالك. فدي تروح برضه، دي اللي تروح تتصور معاها. دي بقى اللي تروح تتصور معاها في رمسيس قبل ما تسافر، ولا انت جاي من السفر بالقطر يعني وارحمونا شويه من كم البطوط اللي بتصور ده. طيب، فقال لك لديهم قطار. كويس كده. والثانيه بقى انه سريع. انا بس بفكركم بالبوليت ترين، اللي هو قطار الرصاصه الطلقه. الطلقه، الرصاصه دي اللي هو بيروح قطار. اسكندريه في 45 دقيقه. ده لو كان عندنا، ده في اليابان. قطر الطلقه يوصل اسكندريه في 45 دقيقه مثلا، هحطها كده حوالي كده. هو كان في 1860 مش بعيد. 1860 دي 100 وحاجه، يعني قريبه قوي قوي. فاهم ازاي؟ هو دلوقتي بقى قطار الطلقه، واحنا لسه بتتحرق. لا احنا لسه بنطير يا ماما. خلاص تعدينا بتتحرق. فكره حريق القطار، خلاص الناس اتحرقت، ده خلاص انجزنا ده. دلوقتي احنا بقى بنطير بالقطوره. القطوره بقت دلوقتي بتطير. فاليابانيين هيكتبوا بقى في 2016 لديهم القطار الطائر من غير اجنحه كمان، ودي عظمه. وخدوا بالكم اللي ما شافش بقيه الفيديو في حته ثانيه، القطر اللي انتوا كنتوا شايفينه عامل كده ده 10 متر من جامع، 10 متر من مسجد. يعني لو القطر ده كان كمل خلاص. فده نمره 2 وسريع. خلاص ده نمره 2. نمره 3 لديهم التلغراف. ازاي تضرب كده الرساله توصل للناحيه الثانيه؟ اليابانيين بيستغربوا ان مصر عندها الجهاز ده. الرابعه بقى والاهم، ويدفعون اكثر مننا في اليابان عندما يدخلوا الى الحمامات العموميه في الشوارع. وهذا دليل على ان، هو بقى كاتب كده، وهذا دليل على ان المصريين اغنياء واثرياء، لان هم لما بيجي يخش الحمام بيدفع اكتر من الياباني لما بيجي يخش الحمام عنده في اليابان. زينا دلوقتي بالظبط. نبدا اسئله سريعه. مين عايز يعقب؟ مين عايز يتفضل؟ كل واحد له سؤال، وبعد كده عشان الناس تمشي وتروح، وبعد كده انا معاكم قاعد هجاوب على بقيه الاسئله. خلينا سؤال واحد لكل، ماشي؟ عشان البنات تروح. نمره 1. اشكرك، اتفضل. نمره 1 محمد علي حب نفسه. نمره 2 حب الحكم. لان طول ما هو ماشي انت شايفه ده، مش اول المحاضره احنا قلنا الستبس اللي هو خدها دي، فدي كانت واضحه قوي ان هو كان بيعمل كل حاجه عشان ياخد مقام، عشان ياخد مش عارف ايه، كل شويه يترقى يعني. نمره 3 قلنا ميكافيلي، غايه تبرر الوسيله. نمره 4 اكيد هيكون بيحب مصر وقتها. السؤال بقى، الحب المصريين؟ هو ده السؤال. الحب المصريين، هل اي واحد فيهم لغايه الملك فاروق حب المصريين؟ هذا سؤال. وفي حكام بيبقى ممكن حاكم يبقى فشل في حكمك بس بيحبك، بس هو ما عندهوش الاليات الحكميه ان هو يحكم صح.
ولكن بيحبك. عندنا امثله كثيره في تاريخ مصر من حكام حداد بيحبونا، بس في فترات حكمهم فترات فشل. هي بس الفكره احنا مسؤولين عامه، مش حكامنا مسؤولين ما بيعرفوش يمشوا امتى. ايه بتاع ايه؟ فاروق جعفر هم لازم يعرفوا يمشوا امتى. لازم يعرف البني ادم يمشي وهو في القمه. انا على فكره هو بقى الحته بقى دي، عشان كده انا بقول لك هي الاستاذ لما قال النخبه انا قلت دي كلمه سيئه السمعه. يعني لو انت بتتكلم عن الناس اللي بتطلع في الأسف. يعني انا مثلا بطلع في التلفزيون كتير خد بالك، فانا ممكن من ظهري وحد يقول لك ده واحد من النخبه، انا مش دي كده، انا مش عايز اتصل بيها. اولا انا لست نخبه، دي نمره واحد. نمره اثنين انا راجل ناقل للعلم ولست مؤسس للعلم. انا بقرا الحاجات ديت وبعملها وفي محاضراتي بوصلها لكم بس، ولكني انا شخصيا لم اخترع علم. فما بقاش لا، النخبه دي كلمه ثانيه وتعريف ثاني خالص، تعريف ثاني.